والله حرام عليك، ليه حد ممكن يرشح لي فيلم صعب زي فيلم بتاع حلقة النهارده؟ فيلم مليان رمزيات كتير غير مفهومة وصراعات كتير متشابكة، مع فكرة فيلم قد تبدو للبعض واضحة من المرة الأولى، لكنها في الحقيقة مخبية وراها حاجات كتير. فمع مراجعة الفيلم الغامض فيلم صراع الأحفاد، الفيلم من بطولة نور الشريف، نورة، صلاح السعدني، السيد راضي، سعيد عبد الغني، حسن حسني، ومن تأليف كرم النجار، ومن إخراج عبد اللطيف زكي. بتبدأ الحكاية بوفاة الجد الأكبر إبراهيم نوح، واللي ليه 3 احفاد، وهم حجازي اللي شغال بيرعى الحيوانات في زريبه المزرعه بتاعه الجد، وبرهان الكاتب المسرحي المثقف، ومجدي الشاب الطايش والملاكم الفاشل. وبعد وفاه الجد بيجتمع الاحفاد الثلاثه علشان ياخد كل واحد منهم نصيبه من الميراث، لكن بيكتشفوا ان الجد ساب وصيه، وهي ان ثروته اللي بتبلغ 50 مليون جنيه هتروح لواحد بس من الاحفاد، واللي هيقدر انه ينفذ وصيه الجد. والوصيه هي ان لازم واحد فيهم يبقى افضل من الاثنين التانيين، وساعتها بس هيقدر يحصل على الثروة كاملة. ومن هنا بدأ الصراع ما بين ال3 أحفاد، وكل واحد فيهم حب يستغل نقطة قوته في إنه يظهر تفوقه على المنافسين بتوعه. فحجازي اتجوز حبيبة العمشة اللي خلته يشتغل في التجارة، وبقى راجل أعمال كبير ومعاه فلوس كتير، وبقى أشهر رجل أعمال في مصر. وبرهان كتب مسرحية وعرضها على المسرح علشان ينال إعجاب الجمهور والنقاد، ويبقى أشهر كاتب مسرحي في مصر. ومجدي الملاكم الفاشل اتمرن وبقى ملاكم ناجح، وحصل على بطولة الجمهورية. لكن بعد كده الصراع أخذ منحنى جديد، وبعد ما كان كل واحد فيهم بيحاول إنه يثبت نفسه، أصبح كل واحد بيحاول إنه يخلي ابن عمه يفشل. فيا ترى مين فيهم اللي هيفوز، ومين فيهم اللي هيحصل على ثروة الجد؟ فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ فيلم صراع الأحفاد من الأفلام اللي اتطلبت مني من فترة علشان أعمل عنها حلقة، وحطيتها في لستة الأفلام اللي هعملها مراجعة، لكن الظروف خارجة عن إرادتي أجلت الموضوع كذا مرة. ولما طلب مني للمرة التانية قررت اني اجل كل خططي وابدا في عمل مراجعه عن الفيلم. الفيلم كنت اتفرجت عليه مره زمان، لكنها كانت غير كافيه طبعا اني اعمل عنه حلقه، وده لاني كنت تقريبا ناسي معظم تفاصيله. فقررت اخذ الخطوه واتفرج عليه، وهنا كانت الصدمه. الفيلم زي ما قلنا انه بيتكلم على صراع 3 من الاحفاد حول افضليه كل واحد منهم على الثاني، وصراع بيدور على مين فيهم الافضل واللي هيقدر يحصل على ثروه جدهم ابراهيم نوح. والفيلم بينتهي ان مفيش تعريف محدد للافضل، وان يكون تصميمه في الاساس التكامل مش التنافس. فالفيلم واضح ما فيهوش اي فكره مستخبيه، وما فيش فيه اي حاجه للتحليل والشرح لفكره الفيلم. وطبعا اصابني الاحباط. انا دلوقتي في مشكله كبيره، ازاي هعمل حلقه عن الفيلم زي ما طلب مني وهو فيلم فكرته في الاساس واضحه ومش محتاجه اي تفسير؟ وعلشان احل المشكله دي قررت اتفرج على الفيلم للمره الثانيه. ولما اتفرجت للمره الثانيه حصلت المفاجاه، وهي ان فيلم صراع الاحفاد هو فيلم مليء بالصراعات، سواء كانت الصراعات دي صراعات طبقيه او صراعات نفسيه ما بين الافراد او حتى ما بين الفرد ونفسه. والصراعات دي مش محصوره بس ما بين الاحفاد حجازي وبرهان ومجدي، ده في صراعات تانية كتير موجوده في الفيلم. وده حطني في مشكله اكبر، وهي اني حاولت كالمعتاد اني احط احداث الفيلم في نسق معين وخط محدد علشان اقدر اوصل للفكره. لكن الموضوع كان صعب جدا، لاني كل ما كنت بحاول ان احط مجموعه من الاحداث او الصراعات في نسق معين الاقي ان في احداث تانية وصراعات تانية مش موجوده في النسق ده. والموضوع ده اتكرر كذا مره، وفي كل مره كنت بحاول ارتب صراعات الفيلم عشان اوصل للفكره كنت تقريبا بفشل، لحد ما فجاه جات لي فكره اني ادور ورا الحكايه من بدايتها وامسك اول الخيط. واول الخيط هو الجد ابراهيم نوح. وهنا بقى كل حاجه اتحلت والخيوط اتوصلت ببعض. وعشان نوصل للفكره يبقى لازم نفهم مين هو في الاساس ابراهيم نوح، او من هو المقصود بابراهيم نوح. المقصود ببساطه هو سيدنا النبي ابراهيم عليه السلام. قبل ما تهاجم الفيلم او قبل ما تهاجمني اسمع كلامي لحد الاخر. تفسيري ده بيفسر ليه دايما كانت صوره الجد مش واضحه الملامح في مشاهد كتير من الفيلم. سيدنا ابراهيم عليه السلام هو من نسل سيدنا النبي نوح عليه السلام، وهو ملقب بابو الانبياء، وده لانه خرج من نسل كل الانبياء تقريبا ما عدا ادم عليه السلام وادريس ونوح وهود ويونس ولوط وصالح عليهم جميعا السلام. احنا كمان ممكن نعتبر سيدنا ابراهيم ابو البشريه، وده لانه خرج من نسله اجناس كتير زي العرب وبنو اسرائيل والروم. والنقطه الاهم هنا هي ان العرب جميعا ينحدرون من نسل سيدنا ابراهيم، فسيدنا ابراهيم هو جد لكل العرب، والعرب بالتبعيه كلهم هم احفاد لسيدنا ابراهيم. فالمقصود بالجد هو سيدنا ابراهيم عليه السلام، والمقصود بالاحفاد هم العرب وصراعهم نحو افضليه كل واحد منهم على الثاني. فيلم صراع الاحفاد اتعمل في فتره كان فيها خلاف كبير ما بين الاشقاء العرب، ويمكن كان من اهم الخلافات دي هي مقاطعه الدول العربيه لمصر بعد اتفاقيه كامب ديفيد، والفتره ابتدت تقريبا 10 سنين. وكان في فعلا صراع واضح ما بين الدول العربيه لمين يتصدر المشهد ومين اللي ممكن يقود زعامه الدول العربيه بعد مقاطعه مصر. ومن هنا جاء صراع الاحفاد، وهو صراع احفاد سيدنا ابراهيم من العرب والمتمثلين في الاحفاد حجازي وبرهان ومجدي. طب مين بقى هم حجازي وبرهان ومجدي، ومين المقصود بكل واحد فيهم؟ ونبدا بشخصيه حجازي واللي مصدر قوته في حلقه الصراع
هو المال. فحجازي بيمثل انطلاق الدول الخليج واللي انتقلت من حياه البدو والصحراء واللي هي حياه جافه الى حياه مترفه مليئه بالدولارات، لكن بدون اي خلفيه تاريخيه او حضاره او ثقافه او عقليه يقدروا يعتمدوا عليها في استغلال الاموال اللي اتدفقت عليهم بشكل كبير. وده ادى انهم كانوا لفتره كبيره بيعتمدوا على اجانب في اداره امورهم، زي ما حصل مع حجازي بالظبط، ووكل امره كله لمجموعه من النصابين زي حبيب العمشه وكتكوت وبدر بدران. طبعا الوضع اتغير دلوقتي خالص، واصبحت دول الخليج في مكانه مختلفه تماما. واعتقد ان الكاتب كرم النجار مؤلف الفيلم لو كان شاف التطور اللي فيه دول الخليج دلوقتي كان غير فكرته تماما. لكن في الوقت ده كانت دي هي الفكره السائده عن دول الخليج، مع رفض الشخصي تماما للفكره دي من الاساس. وبعد كده بننتقل لشخصيه مجدي واللي هو تمثل القوه الغاشمه في حلقه الصراع. ومجدي بيمثل دوله العراق في زمن حكم الزعيم الراحل صدام حسين. دوله العراق في الوقت ده كانت عباره عن قوه غاشمه فعلا، وكانت بتتحدى الكل حتى القوى العظمى في العالم، وما كانش بيهمها اي حد. ووصل الجيش العراقي في الفتره دي انه يبقى رابع اقوى جيش في العالم بعد جيوش الاتحاد السوفيتي وامريكا وبريطانيا. فلك ان تتخيل عزيزي المشاهد كم القوه اللي كانت فيها دوله العراق. لكن كانت قوه غاشمه بدون اي عقل او تفكير، قوه هدفها الاساسي التدمير والاطاحه باي منافس، زيها زي شخصيه مجدي بالظبط. واخيرا شخصيه برهان وهو بيمثل الدوله المصريه بكل حضارتها الممتده من الاف السنين وكل مثقفيها وفنانيها وكل الخلفيه الثقافيه والحضاريه للمصريين. وده بيفسر وقوف برهان جنب تمثال رمسيس في مشهد من المشاهد في محاوله منه للرجوع للاصل والتمسك بميراث الاجداد. فاحنا عندنا اطراف الصراع وهم دول الخليج باموالها، ودوله العراق بقوتها، ودوله مصر بحضارتها، وكلهم بيتصارعوا على افضليه كل واحد فيهم على الثاني. لكن صناع الفيلم طرحوا فرضيه مهمه جدا وتنبأوا بحال اطراف الصراع. الفرضيه بتتمثل في ان هدف الجد في الاساس ما كانش الصراع والتنافس على الافضل، بل الهدف اساسا هو تكامل اطراف الصراع مع بعض. فتخيلوا مثلا لو اتفق حجازي وبرهان ومجدي وكل واحد استغل قوته في مساعده ابن عمه بدل من محاوله كل طرف في القضاء على الطرف الاخر. وتخيلوا برضو على ارض الواقع لو ان اموال الخليج وقوه العراق وثقافه وحضاره المصريين اجتمعوا مع بعض وانشغلوا ببناء دوله واحده او ببناء اتحاد واحد بدل من انشغالهم بالصراع على الافضليه. وصناع الفيلم كمان توقعوا ان الصراع هيؤدي لهلاك الاطراف المتصارعه، وان في حاله استمرار الصراع على الافضليه فكل اطراف الصراع خسرانين، والفائز الوحيد هي الاطراف الخارجيه زي نصاب اللي عمل دوره سعيد عبد الغني او حبيب العمشه او برعي بدران. وبالفعل فاستمرار الصراع ادى في الاخر الى وفاه مجدي، او على ارض الواقع وفاه رابع اقوى جيش في العالم بسبب دخوله في حروب مستمره ادت لانهاكه، وبعد كده وفاته بسبب تعامله بمنطق القوه الغاشمه بدون الاحتكام للعقل وانشغاله بفكره افضليته وتفوقه على باقي الدول. ونهايه حجازي اللي اعتمد على الاغراب في اداره شؤونه بدل ما يعتمد على ولد عمه. والانهيار النفسي اللي وصل ليه برهان بعد ما فهم ان الفكره في التكامل مش في التنافس، لكن للاسف بعد ما كانت كل حاجه راحت. وبما ان صناع الفيلم وصلوا لفكره ان الافضليه والتنافس مش هما الهدف وان التكامل هو اللي وصلنا لهدفنا، فتعالوا معايا نتخيل لو ان حجازي بدل ما بيستعين بالاغراب كان استعان بقوه مجدي وعقليه برهان. كان اكيد مجدي وبرهان كان حموم من الاغراب ينصبوا عليه ويسرقوا كل فلوسه. ولو مجدي اعتمد على عقليه برهان وفلوس حجازي كان اكيد منعوه انه يهلك نفسه في ماتشات خسرانه حتى لو كان بيكسبها في الاخر. ولو مجدي وحجازي ساعدوا ابن عمهم برهان، تخيل كم الابداع الثقافي اللي كان ممكن يصدر عن برهان بدل ما كان بيضطر يروح لمخرج مسف زي فتوح السيد. وتعالوا بقى ننتقل لارض الواقع ونتخيل برضه لو اموال الخليج مع قوه العراق وثقافه وحضاره المصريين اجتمعوا وكان انشغالهم وهدفهم الاساسي انهم يكملوا بعض بدل خلافاتهم وصراعهم على مين فيهم الافضل ومين فيهم اللي يستحق انه يتصدر المشهد ويرث تركه ابراهيم نوح. فتخيلوا ولو للحظه كان ممكن يبقوا عليه دلوقتي كنا على الاقل مش هنلاقي ان كل كلاب الارض بينهشوا في لحمنا. وبس كده، سلام.